قال لي شيخ عاصر 5 حكومات وطنية عادت بالبلد إلى ما وراء تل حسونة إن العراقيين لا يشبعون من الظلم، فإذا أصيبوا بالتخمة من ظالم استبدلوه بظالم أعتى على مر العصور. فالعراقيون صنعوا طغاة من الطراز الأول، لا بد من صنم لكي نموت دونه ونسبق الأمم. هم يبدعون في صنع طغاتهم لكنهم يحصدون الذهب في كنسهم في أولمبيات من أين لك هذا. فأكو مقطع أحبه في قصيدة كما أنت قاس أيها الرئيس، أقول له من طلعوك من النقرة أقول له أرجو أن تطمئن أيها السيد الرئيس فكلهم سيخرجون من نفس النقرة. فهم خلي يركبون سيارات مظللة، خلي يعيشون كذا. بعدين لا، لم أنسجن، لم أزن يوما. يعني هذا الدفتر اللي قدامك ايش راح تقرأ لنا منه؟ اختر لنا. طبعا آخر قصيدة اسمها طر كتبة جديدة هاي طبعا نسمع. إذن هاي هدية للبرنامج، كل أنا هدية للبرنامج طبعا. أنت سعيد. هدية للعراق، هذا أنت هدية الشعر، إحنا نبقى وهدية هذه الأرض. إحنا نبقى مدينين للعراق لأن هو اللي سوانا في بهذا الشكل، هو اللي خلانا ناس مستقيمين، ناس نمتلك هذا الحب كله لهذا الوطن. ما فكرنا سوى أن نلقاه مليء بالورود، شباب حلوين الصبح تتوجه إلى المصانع وإلى المزارع. نحلم بهيج وطن بالرافعات وبالكذا وبالشغل والشباب يركضون للبناء. نحلم بهكذا عراق. نحلم. فأقول طر كتفة، أقول كان التشييع مهيبا، كان التشييع مهيبا فقد أربك السابلة واختلفوا في طرق شتى. كان التشييع مهيبا فقد أربك السابلة واختلفوا في طرق شتى، فلا قداس ولا موسيقى، وحده الميت بما تبقى من جسده يترنح خلف جنازته. فلا قداس ولا موسيقى، وحده الميت بما تبقى من جسده يترنح خلف جنازته. أومأ للنسوة الجافلات ألا يلطمن، أومأ للنسوة الجافلات ألا يلطمن، وللمشيعين أن يتفرقوا فالألغام ما زالت ترطن في لحمه. وللمشيعين أن يتفرقوا فالألغام ما زالت ترطن في لحمه وتسرق طعم ميتته والأحزاب ترى، وتسرق طعم ميتته والأحزاب ترى. فلم يرفع نفسه نخب أحد، رأى وطنا يهرس وسدنته يسرقون خزائنه بيد من حديد، ولا فرق فيه بين من يحكمه وبين من يقتله. فحمل روحه على راحته وأطلقها بعيدا في الأرض الحرام وأعني العراق كله، وأطلقها بعيدا في الأرض الحرام وأعني العراق كله. وكل ما يحلم به أن تكون صورته طرة أو كتبة في واحد من الأعمدة التي يشر عليها العراقيون شهداءهم. وكل ما يحلم به أن تكون صورته طرة أو كتبة في واحد من الأعمدة التي يشر عليها العراقيون شهداءهم. وردت إليه مالومة وهي تزقزق، لا بد من قبر وإن طال الطريق إلى النجف. لا بد من قبر وإن طال الطريق إلى النجف، وقد لوى يد المستحيل ووصل بها إلى مقبرة السلام. هي ليست جنازة، إنما هي بعض من لحمه المتعشق في إسفلت الشوارع، ولا بصمة لعزرائيل فيها، ولا طاقة لها في السكن قريبا من موت العشوائيات. فمن لها يوم ينفخ في الصور فعد بها من حيث أتيت، هكذا قال له الدفانة وهو يغط في موت عميق. فلا توقظوه فالسماء تنام ماطرة بين عينيه. المقابر ضيقة والموتى يتسعون، ولا أحد يؤجل موت اليوم إلى غد والعراق بظهر الغيب. هكذا يغني من جاءه عزرائيل
راقصا في ستوتة متروسة بالسكراب من القتلى. الله. إن الذي يزيد من صعوبة دفن القتلى أنك لا تجد القتلى. إن الذي يزيد من صعوبة دفن القتلى أنك لا تجد القتلى. فهم يباعون على شكل قطع غيار بشرية وبأسعار عابرة للطائفية. فهم يباعون على شكل قطع غيار بشرية وبأسعار عابرة للطائفية. ومنهم من يعض الأنقاض بأسنانه كافرا بالإنسانية كلها رافعا قلبه لعزرائيل ومنتظرا رحمة الشفر الذي سيخلصه من كل هذه الخزعبلات. ومنهم من يفخخ ثانية لحلحلة الأزمة التي تعصف بالعراقيين والتي تتقاتل الأحزاب الحاكمة من أجل إدامتها. فبأي ميتة ترغب أيها العراقي النبيل الذي تنساه الحكومات دائما وأبدا؟ أريد موت الله كما تمنته أمي لي في صلاتها، ستجده عند حزبنا فقد وضعه في دعايته الانتخابية القادمة. والموتى يطلبون اللجوء إلى التي تذهل كل مرضعة أما أرضعت بعد أن امتلأت المقابر بصور المرشحين. والموتى يطلبون اللجوء إلى التي تذهل كل مرضعة عما أرضعت بعد أن امتلأت المقابر بصور المرشحين. يضحكون وإحنا نموت صمتة. الله. يضحكون وإحنا تراب حنطة. الله. يضحكون وإحنا نموت صمتة. يضحكون وإحنا تراب حنطة. طير ولدي والموت قط. الله. كون بعمى وتاكن قرطة ولا شوف هذا الوطن شنطة. بعد ما أقدر. الله يكون بعونك.